حلقه النهارده اقول لك عن رجوع مارسيل كولر للنادي الاهلي. ايوه زي ما بقول لك كده، رجوع مارسيل كولر للنادي الاهلي، واقول لك القرار ده جه ازاي، وممكن النادي الاهلي فعلا يرجع مارسيل كولر ولا الكلام ده كله مجرد شائعات. فضلا وليس امرا، لو انت مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا بينا. اقول لك دلوقتي ازاي النادي الاهلي هيرجع مارسيل كولر. بصراحه كده مارسيل كولر رجوعه بقى قرار جمهوري وليس اداري. ازاي بقى؟ في بعض من جمهور النادي الاهلي، ومش البعض لا ده كتير من جمهور النادي الاهلي، شايفين ان احنا ظلمنا كولر بالفتره الاخيره، وبعد ما ضربناه اصلا بالازازات وبقى كان منظر مهين، وغير ده كله محقق لنا 2 افريقيا ومحقق لنا 2 دوري ورا بعض. يعني مثلا غلط ماتش دي مش مشكله، ده قرار بعض من الجمهور. بعض من الجمهور الثاني بيقول لك لا كان بيظلم لعيبه فما ينفعش يرجع، والاداره ذات نفسها شايفه ان مارسيل كولر خرف في اخر فتره. لو شفت تصريحات خالد الجوادي في اخر فتره، خالد الجوادي كان مترجم مارسيل كولر، لو شفته في اخر فتره بيظهر حقائق كتيره جدا جدا، حقائق يعني بص تخليك تعرف ان مارسيل كولر ده كان بيعشق النادي الاهلي، كان بيهين اي لاعب ان هو يلعب بشعار النادي الاهلي بس ما يكونش قده. انت مش هتلعب بالشعار ده، لا اركن ويقعد دكه. احنا كنا نشوف احمد عبد القادر نقول لك ازاي احمد عبد القادر ما بيلعبش، ازاي اصلا بيستبعده. اللي عرفناه ان هو كان بيقعد مع احمد عبد القادر كذا مره ويرجع احمد عبد القادر المباريات، بس احمد عبد القادر يعمل اللي في دماغه. كلنا عارفين احمد عبد القادر لاعب مهاري بس اناني، يعني هو لاعب مهاري. هو كان بيقول له مثلا عدي من 1 على 1 وباص الكوره ومالكش دعوه، عدي من 1 على 1 وشوط، لكن ما تعديش 1 على 1 وتستنى من مدافع ثالث يجي لك وبرضه تمرسه والكره تتاخد منك، فبالتالي بتكون هجمه مرتده فبتضر الفريق. كذا مره بتحصل مع النادي الاهلي، لو لاحظت الكره لما بتكون احمد عبد القادر وتتقطع بتبقى هجمه مرتده سريعه فبتضر الفريق، بتضر الدفاع، بتضر خط الوسط، فبتبوظ فكر المدرب خالص. فتاني لاعب معانا كلنا كنا بنقول ان المدرب ظلمه هو قفشه. شفنا قفشه برضه بعد ما مارسيل كولر مشي لعبوا ريبيرو، بعد ما ريبيرو لعبوا قعدوا دكه في ظل ان ريبيرو كان محتاجه، لكن كان بيلعب زيزو في مركز مش مركزه عشان ما يلعبش قفشه. كلنا قلنا قفشه اتظلم مع مارسيل كولر، لكن قفشه ما اتظلمش. قفشه لاعب تقيل، تحس ان قفشه عايز طريقه لعب تتخصص عشان قفشه بس، يعني هو انت مش ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو عشان اغير التشكيله كلها عشان قفشه. شفنا قفشه مع المنتخب كويس، لكن قفشه عايز يكون لوحده في خط النص قدام، يعني يكون قدام كده لوحده في خط النص ويكون في مساحات عشان يعرف يعمل تمريرات. نيجي بقى للاعب الثالث هو علي معلول. هتقول لي قعد علي معلول دكه ودمر علي معلول. اللي انا عايز اقوله لك واللي انا عرفته والله اعلم الكلام ده صح ولا لا، ان علي معلول قبل ما يتصاب في النهائي امام الترجي، ان علي معلول كان جاي له عرض من الخليج وعلي معلول كان عايز يمشي، فمارسيل كولر كان بيتحايل عليه ان هو يقعد، ولكن علي معلول كان مصر ان هو يمشي الخليج. لكن بعد ما مارسيل كولر شاف ان علي معلول اتصاب قعدوا دكه عقابا ليه وعقابا ان هو كان عايز يمشي ويسيب النادي الاهلي في وقت النادي الاهلي كان محتاج له. لكن انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا، الكلام ده طالع من لسان مترجم مارسيل كولر خالد الجوادي. كلنا شفنا مارسيل كولر المواسم اللي فاتت ما كانش معاه زيزو، ما كانش معاه تريزيجيه، ما كانش معاه محمد علي بن رمضان، فتخيل لو كان معاه النجوم دول كلهم كان هيعمل بيهم ايه. لكن كان بالنسبه معاه مع محمد طاهر اللي كان اداؤه سيء جدا، كان معاه بيرسي تاو اللي كان اداؤه سيء جدا، كان معاه حسين الشحات اللي كان اداؤه بينزل. فتخيل بالاجنحه دي كان بيلعب وكان بيفوز مباريات صعبه جدا جدا، كان بيفوز على الوداد في النهائي. شفنا المباراه اللي كانت صعبه وبطريقه يعني مباراه كانت مقفوله خالص. وبالتالي اكتر لاعب اثر مع مارسيل كولر ومع النادي الاهلي عامه هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مؤثر مع اي مدير فني بيجي النادي الاهلي، محمد عبد المنعم مؤثر معاه. من بعد ما محمد عبد المنعم مشي من الدفاع اصلا لاعب كان مميز، بيعرف يلعب على الارض، بيعرف يقطع، بيعرف يلعب كرات راسيه، بيعرف يلعب تحت ضغط، وفي نفس الوقت قليل الاصابات. يعني من نادر ان هو يصاب اصلا مره واحده في الموسم، دي ما كانتش بتحصل. فمحمد عبد المنعم اثر مع النادي الاهلي. فبعد ما وصلنا لنهايه الحلقه، انت مع رجوع مارسيل كولر ولا انت مع ضد مارسيل كولر؟ لانه يعني احنا كلنا عارفين ان مارسيل كولر عنيد جدا، لكن عناده ده اكتشفنا في الاخر ان هو كان لمصلحه النادي الاهلي، وهو ما كانش محتاج ان اي لاعب يكون فوق النادي الاهلي. شفنا بعد ما مارسيل كولر ما مشي شفنا لعيبه كتير جدا جدا بتتمرد، يعني شفنا وسام ابو علي لما قعد دكه وجريديشار كان بيلعب في اخر فتره مع مارسيل كولر، شفنا كان بيقعدوا ليه؟ لان وسام ابو علي كان عايز يمشي. فبعد ما مارسيل كولر مشي ومسكنا عماد النحاس لقينا وسام ابو علي بيتمرد على النادي الاهلي. وسام ابو علي مشي الدوري الامريكي، ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان انت لعبته وخليت اللاعب يتمرد على النادي الاهلي. فانت مع رجوع مارسيل كولر ام مع ضد رجوع مارسيل كولر وان احنا نجيب اي واحد اجنبي غير مارسيل كولر؟ عايز اشوف رايك في التعليقات. ووصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. السلام عليكم.